طبعا انا ما بعلنلكوش على حاجه الا لما بكون مجرباها ومتاكده كويس قوي ان الحاجات كويسه. جوجوبا من الناس الجمال اللي بيكونوا موجودين معانا في البازار، هيكونوا موجودين برضو معانا البازار الجاي 2 و3 و4 في اربيلا بلازا ان شاء الله. كل حاجتهم حاجات طبيعيه. بصوا دي زبدة الجوجوبا الكريستالية، هقول لكم دي بتعمل ايه. دي بتعالج جفاف البشرة وبتعالج قشور البشرة، دي للبشرة وللشعر على فكرة، وبتعالج الشعر الجاف وبتقلل الهيشان وبتقلل تقصف الشعر. حاجتهم حلوة قوي قوي وريحتها حلوة جدا. انا جربت الشامبوهات بتاعتهم وجربت الاويل بتاعهم وجربت السيرم بتاعهم، جربت كذا حاجة من عندهم وملوش ريحة على فكرة. ده للبشرة وللشعر. وعندهم بقى كمان صابون بحاجات كده غريبة قوي. بصوا هوريكم بس الصابونه عامله ازاي. بصوا كل حاجه ريحتها تجنن، حاجات علاجيه كلهم، ريحتها ياسمين، كلها حاجات علاجيه، كلها طبعا مواد طبيعيه. الصابون عندهم اشكال وانواع كتير جدا، كل حاجه علاج لحاجه. والكريم المرطب بتاعهم، وده على فكرة للأطفال، ده كريم شعر للأطفال. وده الأويل بتاعهم خطير يجنن، بيعالج الفراغات وبيطول الشعر وبيعالج الهيشان وحاجات كتير جدا. برضو عندهم اهو زيوت كتيرة جدا. استنيت لحد ما جربت الشامبو والبلسم بتاعهم وقلت لازم اقول لكم عليه. حاجة كده ما حصلتش بجد، من ساعة ما استخدمتهم ما بقيتش استخدم حاجة تانية غيرهم. كثافة وقتية وبجد فعلا بيطول الشعر. جوجوبا الشامبو والبلسم بتاعهم فظيع، كل حاجتهم حلوة جدا. والكريم بتاع البشرة بتاعهم انا برضو بستخدمه كل يوم قبل ما احط الميك اب، تحفة، ملمسه يجنن وبيحافظ على البشرة جدا وريحته فظيعة. وعندهم سكراب الجوجوبا علشان خاطر يقشر البشرة. المشط كمان الخشب ده صحي جدا للشعر، اكتر حاجة صحية ان احنا نسرح بيها شعرنا. منتجات جوجوبا دي بقى على ضمانتي انا، لان انا بجد استخدمتها مبسوطة جدا. بقالي فترة طويلة قوي مش لاقية شامبو كويس لشعري ويتقل الشعر كده، يحس الواحد ان الشعرايه فيها صحة كده وحلوة. ان شاء